البطل الخارق هو أي شخصية عندها قدرات خارقة بتستخدمها في الخير. أول شركة قررت إنها تقدم بطل خارق كانت شركة دي سي ببطلها سوبرمان. بعد كده الشركة قررت تصنع بطل خارق جديد. باتمان كان مختلف عن سوبرمان وما كانش عنده أي قوة خارقة، لكن ثروته وذكائه العقلي كان بيخليه يهزم أي خصم ليه. ومع الوقت كبر العالم بتاع دي سي في نفس الوقت اللي السينما العالمية كانت بتقدم فيه أفلام كتير على الأبطال الخارقين. السينما المصرية ما كانتش مهتمة بالنوع ده من الأفلام، بالرغم من إن وقتها السينما العالمية ما كانش عندها أي تطور في السي جي آي والمؤثرات البصرية. يعني الموضوع ما كانش له أي علاقة بالإمكانيات. الحكاية كلها كان كسل صناع السينما المصرية إنهم يقدموا لينا أنواع جديدة من الأفلام اللي فيها خيال علمي وأبطال خارقين، لغاية ما تيجي سنة 1969 ويقدم لينا فؤاد المهندس فيلم العتبة جزاز، ويسجل الفيلم ده أول ظهور لبطل خارق مصري في تاريخ السينما، فرافيرو. بس الشخصية ما كانتش أوريجينال. شخصية فرافيرو مستوحاة من الأساس من أنمي أمريكي اتعرض في الأربعينات اسمه مايتي ماوس. من 1969 تمر السنين لحد ما نوصل لسنة 2008. طب ليه سنة 2008 بالتحديد؟ هقولكوا ليه. في السنة دي الجمهور دخل فيلم ورقة شفرة، اللي كانوا لسه أبطال وجوه جديدة زي فهمي وشيكو وهشام ماجد. الفيلم قدم لينا كوميديا من نوع جديد، كوميديا بصبغة الفانتازيا، وهو نفس النوع اللي خده أحمد مكي وطبقه في الحاسة السابعة. سنة ورا سنة الثلاثي بدأ يعمل أفلام كوميدية بنكهة الفانتازيا، لغاية ما تيجي سنة 2013 ويقرر التلاتة إنهم يدخلوا عالم الأبطال الخارقين ويقدموا أول سوبر هيرو مصري، حبيبنا كلنا الرجل العناب. في سنة 2013 اتعرض الرجل العناب وحقق نجاح جماهيري كبير. ودلوقتي هقولكوا ليه الرجل العناب أروش سوبر هيرو مصري. نقدر نقول إن تصميم شخصية عصفور كان حلو جدا. البطل الخارق اللي انت مقدمه في مسلسلك واحد مستضعف وجاي من الطبقة اللي تحت، لا هو الولد الوسيم اللي البنات بتتحدف عليه ولا الراجل الغني اللي بيشتري كل حاجة بفلوسه. عصفور شخص عادي تماما. بطلنا الخارق كمان شخصيته غريبة لدرجة انه بيحب الستات التخينة وبينجذب للوحشين. وكان عصفور مطلع عين نتاشا طول المسلسل، وكان كل اهتمامه بأبلة سلمى اللي كانت بتستغله. وكان كل علاقتها بعصفور انها بس عايزة تعرف منه معلومات عن الرجل العناب، يعني بدافع المصلحة. وده كان نفس التويست اللي بين ماري جين وبيتر باركر. بيتر كان بيتظاهر قدام ماري انه صاحب سبايدر مان والمصور بتاعه. كتاب المسلسل مش بس اقتبسوا من سبايدر مان، ده كمان اقتبسوا من زورو. حرف العين اللي عصفور كان بيعمله هي نفس حركة زورو لما كان بيعمل حرف الزد بسيفه. الغباء والسذاجة كانت من أكتر الحاجات الموجودة في عصفور، وده اللي خلى بيرام يستغله ويسترزق من وراه. زي إن مثلا يشغله معاه في مشروع الدليفري بتاعه ويعمل من وراه مصالح مع صريح الفيل. وصاحبنا عصفور ولا هو هنا. وكعادة أي سوبر هيرو لازم لما تنكشف هويته لازم حبيبته تكون أول واحدة تعرف. نتاشا عرفت إن عصفور هو الرجل العناب وحذرته من بيرام وإنه ناويله على الشر، وهنا بتبتدي شرارة العداوة بينهم. وبعد ما نتاشا بتفضل عصفور على بيرام، هنا بيرام بيتجنن وبيروح للشيحة وبياخد تركيبة القطة اللي بتخليه سبعة. وفي النهاية بينتصر عصفور على بيرام. نهاية المسلسل المفتوحة كانت بتقول لنا إن الصناع ناويين يقدموا أجزاء تانية من العمل، لكن ده محصلش. وفي سنة 2023 بيقرر أحمد فهمي إنه يتعاون مع السبكي عشان يقدموا الرجل العناب في فيلم سينمائي من بطولته. ووعد أحمد فهمي جمهوره إن الفيلم هيكون بإمكانيات أعلى وأكبر من اللي في المسلسل، وإن هنشوف الرجل العناب بصورة مختلفة. ناس كتير شايفين إن الفيلم ممكن ما ينجحش، لأن أساسا المسلسل الرجل العناب كان ناجح جدا بمؤثراته الضعيفة والكحيانة. ومين عالم ممكن كمان نشوف هشام ماجد وشيكو في الفيلم ده وتكون هي دي المفاجأة. في الفترة الأخيرة أفلام الأبطال الخارقين ما عادتش بتجذب أي جمهور. مارفل عادت بتعمل أفلام مش ولا بد، وكل أفلامها مليانة أجندات، ودي سي مكملة في خط الانحدار بتاعها. في نفس الوقت صناع الفن في مصر قرروا يقربوا أكتر من فكرة البطل الخارق زي محمد إمام في هوجن. شخصية هوجن في الأساس هي معالجة مصرية لشخصية هالك من مارفل. وفي السنة اللي بعدها كمل محمد إمام في سكة السوبر هيروز ويعمل لنا مسلسل النمر. النمر اللي مقتبس من شخصية باتمان. وفي سنة 2020 أعلن بيتر ميمي عن أول عالم سينمائي مصري للأبطال الخارقين بعنوان المستضعفون. شفنا في العالم ده الهرم الرابع وموسى اللي ما كانوش أقوى حاجة في الفيلم. موسى كان فيلم متوسط، ونقدر نقول الحسنة الوحيدة اللي فيه كانت أداء كريم محمود عبد العزيز، غير كده مفيش.
وفي نهاية فيلم موسى شفنا ظهور شخصية جديدة من عالم المستضعفون، وهي شخصية ملاك الموت لأمير كرارة، واللي هيكون له فيلم خاص بيه. وبكده يكون خلص الفيديو. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة، وكمان فعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد.